مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. عبر سامي الطرابلسي مدرب المنتخب الوطني التونسي عن حزنه الشديد بسبب الوضعية الصعبة التي يمر بها قائد نسور قرطاج يوسف المساكني، مؤكدا أن غيابه عن القائمة الأخيرة للمنتخب يؤلمه كثيرا، خصوصا مع اقتراب مواعيد كروية حاسمة في شهري ديسمبر 2025 وجنفي 2026. وأوضح الطرابلسي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت للإعلان عن قائمة المنتخب للمواجهات القادمة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 أن المساكني من أكثر اللاعبين الذين كانوا يصنعون الفارق في اللحظات الصعبة، مضيفاً: أشعر بألم كبير تجاه يوسف، فقد كان دائما المنقذ حين يتعثر المنتخب هجومياً، لكن للأسف لا أستطيع استدعاء لاعب. لا يملك فريقاً، ولا أملك أي حل في هذا الوضع. ويذكر أن يوسف المساكني البالغ من العمر 34 عاماً لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ آخر ظهور له مع نادي العربي القطري في شهر مايو 2025 قبل أن ينتهي عقده رسمياً مع النادي يوم 30 جوان الماضي. ومنذ ذلك الوقت ظل نجم الترجي السابق دون فريق، رغم الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى صفوف الترجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويعود آخر ظهور للمساكني مع المنتخب التونسي إلى أكتوبر 2024 في مواجهة جزر القمر ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025، أي منذ ما يقارب السنة، ما يجعل عودته إلى التشكيلة الوطنية أمرا معقدا في الوقت الراهن. ومع غيابه الطويل عن المنافسة، تبدو فرص المساكني في المشاركة في كأس إفريقيا للأمم المقررة بين ديسمبر 2025 وجنفي 2026 شبه منعدمة، كما أن إمكانية لاحقه بكأس العالم 2026 تبدو صعبة جدا في وضع يختصر مأساة نجم قدم الكثير لكرة القدم التونسية.